السلام عليكم. اسمحوا لي أقدم لكم درس اليوم. اسم الدرس المربعات المتداخلة أو الحصير مثل ما نسميها على شكل الحصير. إن شاء الله يعجبكم. الدرس مقدم من أخوكم وسام مياه. أول شي نجيب الصورة اللي تعجبنا. يعني هذا عندي صور ممثلات. يعني مثلا نجيب هذه أنجلينا جولي، نفتح القفل هذا الصورة ونحاول نكررها 3 مرات. كنترول جي تكرار 3 مرات. أول اللاير هذا لاير 0. هذا نحاول نصبغه نمليه باللون الأسود طريق الفرشاة. طبعا بس أنا سويته باللون الأسود مثل ما تشوفون. طبعا ليش ما تغيرت هنا الصورة؟ لأن عندنا هذه من أخفي العين تطلع لنا الصورة سوداء، اللاير أصبح أسود. أول لاير هذا راح أخليه أنا للطول، نسميه لونج الطول. الثاني الويدث. أوكي، نبدأ نشتغل. أول شي شلون نشتغل؟ تحديدنا أداة التحديد. على مود نسهل المهمة لازم نقسم هذه الصفحة إلى مربعات. شلون نقسمها إلى مربعات؟ حتى فيكم كنترول وحرف الطاء قسمناها إلى مربعات مثل ما تشوفون. أبدأ أقسم. هذا احنا قلنا أول شيء اللونج الطويل، يعني الطول. قسم الصفحة صورة إلى مستطيلات للطول. أوكي، هاي مستطيلات الطول. ونحاول نسوي منه ماسك لهذه المستطيلات اللي تخص الطول من أداة الماسك. أنا ضفت ماسك هسه. هذه عندنا الصورة الثانية هسه إذا نخفيها يعني هيك صارت عندنا قسمناها إلى خطوط مستطيلة. نجي للصورة اللي فوقها إذا نخفيها. أوكي، أوكي. الثانية هم هيك نفس الطريقة نبدي نقسمها مستطيلات، بس إلنا للويث اللي أنا سميته الويث يعني العرض. أوكي، على واحد. نجي نسوي الثاني. أو خليه عيدها. حاول يعني حسب ما تريد، يعني شد مستطيلاتك قصيرة أنت اللي تسويها. تريدها كلش يعني مشتبكة، المربعات قليلة، نسب قليلة، يعني حسب اللي أنت تحبه. أيضا صارت عندنا مستطيلات للعرض ونسويها أيضا ماسك. صار غلط. هذا نسوي لازم نجي على الويب. لقيتها صار عندنا خطأ. اوكي، أيضا صارت عندنا ماسك. سوينا اللاير للطول وللعرض. هسه نجي نحدد الصورة. كنترول على الصورة، كنترول وعلى الماسك اللي احنا سويناه، ونبدأ نقسم تقسيمات جديدة راح نسوي نستطيع على أساس إنه هي راح نشتغل عليها وراح تبين ملامح الصورة. أوكي، هاي ملامح الطول. راح نبدي نقص مربعات نريدها مربعات ما نريدها. أوكي، ما أعتقد في شيء صعب.
تسوي مثلا مربعين. اوكي، هذا هيجي، هاي ايضا ما اريد انا. هذا الثاني، يعني هذا مربع نترك مربع، نخلي مربع نترك مربع. هذا شوية يعني ما يعني فد شغلة جديدة، يعني أنا ما أحب أشتغل هذه أقدم فد عمل على أكو فيديو تسجيل إلي ما أعرف. أيضا تركنا واحد اثنين مربعين، نبدأ نقص مربعين وراه واحد اثنين. طبعا من هناك حاسبين احنا انه هنا صار مجال مربع مكامل فناخذ من جوا. اوكي، تركناه مربع تركناه مربع، ما احب اطول عليكم. اوكي، نجي له بصفه، هذا مربع، بعدين وراه شنو؟ هذه تحدنا منها، من هذا تركناه، هذا منه، هذا شنو؟ يروح، ما له لازمه. اوكي، هذا ايضا، هذا ايضا، هذا هم وياه. ما تحبون تشتركون، هي قناتي على اليوتيوب بس مسميات، ممكن اي استفسارات، اي شي محتاجين احنا حاضرين وبالخدمة، بكم خير تدللوا. هم شوي هاي العملية دقيقة يعني، أنا راح أسوي حسب أنا أريد أوضح لكم الفكرة يعني شلون تصير. هسه صارت أنها مربعات الطول، فنحاول نحفظها هذه. وصارت عندنا هذه هيك يعني. نجي اللي وراها، صارت هيجي. نجي للتحديد اللي احنا سويناه سابقا. اوكي، نبدي شلون سوينا مساء، يعني أخرنا بين واحد وواحد. هسه احنا جاي نشتغل وين؟ بالويدث. اوكي راح نزيل مربعات ايضا تقريبا مربعين يعني، واحد اثنين، هاي تقريبا هيك. شوية هي يراد لها دقة يعني، عادي ذا واحد شوية يدوخ وينثل عادي. هذا يكمل. نجي هاي نتركها، هاي نوخرها. هذا نخليها، نخليه راح تصير شلون حصيرة أو مربعات متداخلة. صار عندنا فد خطأ بسيط بس إن شاء الله نهاية العمل إنه راح يفيدكم شوية، وراح تعرفون فد شي بسيط يعني تقدرون تشتغلون عليه. تترك مربع
نقدر أيضا نضيف مربع ثاني. أنت بكيفك تضيف مربع حسب تقسيماتك، يعني حسب تقسيماتك. أوكي. هسه صارت عندنا، نجي أول وحدة هذه اللي راح نسويها، راح نحاول من الاف اكس هذه اللي عندنا اوتو جلو. طبعا السكرين ما نخليه على السكرين، طبعا يخدمنا المولتي، ونغير اللون، مو اصفر، خليه اسود. اوكي. نبدأ نضيف نغمق. اوكي. هاي لنا هذه لاير 2 اللي يخلص العرض. هذا اوتو جلو، مثل ما قلنا مولتي بلاي، اللون الاسود، اسود غابة. حسب اللي انت تريدوه، اللي يعجبكم يعني، تفضلوا التمايز التباين اللي راح تخليه. اوكي. هسه مثل ما تشوفوا، هسه كمل عندنا العمل. الفيو وكنترول. طبعا صار عندنا العمل بهالشكل، هذه مربعات متداخلة حسب القصات اللي انتم تشوفوها، القصات. فشي تقدر مثل ما تقول تضيف له خلي بفرق، خلي مربعات مثلا طالعة عادي، ترتيبات تضيفوها. هاي تغيرون، تقدرون اللون مالته كنترول يو. الالوان ممكن يعني مثلا تخلون هيجي الوان، مثلا خلون بيها فيكة نفس اوكي. تعبناكم. وشكرا لكم يعني استمعتونا. تقدرون تشتركون، انا مسميه على الفيسبوك ومسميه على يوتيوب. شكرا جزيلا لكم.